السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي دكاترتي الصغيرين دكاترة بريب 1 عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام. ويك جديد وكلاس بيرفورمانس جديد وتعالوا كده نسمي الله ونخش على كلاس بيرفورمانس بتاع ويك 7 ونبص اول كويستشن عندنا بيقول ايه. بيقول لك the following figure shows the relationship between kinetic energy and velocity when the mass is constant. طب احنا عارفين اللو بتاع الكايناتيك انرجي بيساوي half m multiplied by v square. طيب حلو قوي كده. تعالوا كده قبل ما نشوف الدنيا عندنا والاسئله عندنا بتقول ايه، تعالوا نشوف الايمجز كده من اول من left to right. بصوا هنا when I increase the velocity الكايناتيك انرجي ايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل لها decrease، يعني معنى كده الكايناتيك انرجي وهي نازله بتقل مع الفيلوسيتي وهي بتزيد. طب هنا فيجر 3 لا ده هي ثابته، الرقم هنا ثابت مهما الفيلوسيتي زادت الكايناتيك انرجي ثابته. طب هنا في فيجر 2 دي بتنزل شويه وبعدين بتطلع شويه. طب فيجر 1 دي عماله بتطلع على طول، يعني انا الفيلوسيتي ما بتزيد هنا الكاينيتيك انرجي عندي كمان عماله بتزيد الناحيه التانيه. طيب حلو قوي كده. تعال نشوف الكويستشنز عندنا يقول لك ايه. يقول لك والله determine which of the previous graphs represent a kinetic energy increases. خلاص هو جراف نمبر 1. طب الكاينيتيك انرجي decrease نفس اللي احنا قايلينه يبقى جراف نمبر 4. طب الكاينيتيك انرجي remains constant يبقى الجراف نمبر 3. طب حلو قوي الكلام ده. تعالوا كده نخش على الكويستشن اللي بعده. يقول لك complete the following table. kinetic energy السبيد والماس. احنا عارفين ان الكاينيتيك انرجي بتساوي ايه؟ half mass multiply by velocity square. حلو كده تمام. طيب تعالوا ناخد اول واحده هنا ونحسبها كده على جنب وناخد القوانين بعد كده واحده واحده، ولا تيجي نكتب بقيه القوانين مع بعض؟ تعالوا نكتب بقيه القوانين مع بعض. انا لو عايز اجيب السبيد فالفي سكوير، الفي بقى لوحدها هتبقى سكوير روت over 2 multiply by الكاينيتيك انرجي over الماس. طب لو انا عايز اجيب الماس هيبقى equal ايه؟ 2 multiply by kinetic energy over ايه؟ over velocity square. حلو كده. طب تعالى نشوف اول واحده هنا. هو عايز الكاينيتيك انرجي يبقى هنستخدم اول قانون اللي هو ده. تعالى نكتبها تحت كده ونحلها. هو عايز الكاينيتيك انرجي فهتساوي ايه؟ half mass multiply by velocity square. طب حلو قوي كده هتبقى equal برضو ايه؟ half ايه multiply by ايه؟ تبقى half. الماس بكام؟ ب 2. طب الفيلوسيتي بكام؟ ب 8 سكوير. طب حلو قوي كده. تعالى كده اما نحسبهم سوا. تعالى كده احسبهم لك كده، نطلع الكالكوليتر بتاعنا اللذيذ ومجرد هنضربهم دايركت كلهم في بعض. يبقى انا هضرب هاف كده كده هاف ملتبلاي باي 2 1 و8 ملتبلاي باي 8 هتبقى بكام بقى؟ هتبقى ب 64. فيبقى انا عندي هنا 64 جول. طب نطلع الكالكوليتر كده ونتأكد. هتلاقي كل اللي انا بقوله لك ده ان شاء الله باذن الله صح. طيب حلو، اروح كاتب هنا ايه؟ 64 جول. طب حلو، تعال نبص على اللي بعدها. هو هنا مديني الكاينيتيك انرجي تمام ومديني الفيلوسيتي تمام وعايز ايه؟ عايز الماس، يبقى انا هستخدم ده. طب نكتب كده القانون عندنا. حلو، الماس بيساوي ايه؟ 2 multiply by ايه؟ by kinetic energy over مقسوم على ايه؟ مقسوم على الفيلوسيتي سكوير. طب تعالى نكتبها تاني. 2 multiply by 48 over نفتح البراكت بتاعنا 4 سكوير. لما تيجي تكتبها على الكالكوليتر كده على طول هتطلع عندك ايه؟ هقول لك انا. هتلاقيها طلعت عندك 6. ونفس الفكرة 6 كيلو جرام. نفس الفكرة، ما تنساش اليونتس ما تنساش اليونتس. وانت بتكتب في الجدول اكتب ارقام عادي، بس لو هتكتب حل تحت في دماغك عود ايدك دايما انك تكتب اليونتس. طب تالت واحدة كاينيتيك انرجي مديهاني تمام، بس هو مش مديني السبيد ومديني الماس، يبقى استخدم انهي؟ استخدم ده. طب تعالى نكتب القانون بتاعنا. ال V هتساوي ايه؟ هتساوي سكوير روت ايه 2 kinetic energy divided by الماس. طب تعالى نكتب كده ده بيساوي ايه؟ برضه سكوير روت. هنا كام؟ 2 multiply by كام؟ 96 over كام؟ over 6 هتبقى equal ايه؟ ده نستخدم له بقى ايه الكالكوليتر بتاعنا. هتلاقيها طلعت معاك 5.65، يعني 685 بس لو قربناها هتبقى ايه؟ 7. طب تعالى نكتبها كده 5.657. طب حاجة زي كده أنا شاكك في رقم وهو طالع فراكشن، أعمل إيه؟ آخد الأنسر دي على الكالكوليتر وأعملها سكوير. حلو كده، وأضربها في إيه؟ في الرقم، في الإيه؟ في الماس عندي. حلو كده، تمام كده. بعدين أضربها في هاف.
حلو كده. هتطلع نفس الرقم. يعني ايه؟ انا مش فاهم اللي انت بتقوله دوت كده يا دكتور، تعالى فهمني. انا طلعت الفيلوسيتي عندي اهو، وكتبت اليونت بتاعتنا متر بير سكند والدنيا تمام. اروح يا سيدي اطلع الكاينيتيك انرجي، القانون اللي انا حافظه هاف ام ملتبلاي باي في سكوير. طيب حلو قوي كده. انا هروح كاتب هاف ملتبلاي باي 6 ملتبلاي باي الرقم اللي انا جبته 5.657 وسكوير، اروح كاتبها كاني بكتبها من اول مره خالص. حلو كده. اروح اعمل ايه؟ اروح ضارب ده في ده، واروح اعمل كده. هل انا الاجابه عندي طلعت صح ولا لا؟ لما حسبتها على الكالكوليتر عندي طلعت 96. فلما تطلع 96 يبقى انا كده ماشي صح، ويبقى انا كده حسبت الدنيا كلها صح. مفهومه كده؟ والقوانين والكونفرجنس بتاعتنا مفهومه فيهم ازاي؟ يا رب يا رب تكون سهله عليكم باذن الله يا رب، اللهم امين. كده دكاترتنا نكون خلصنا الويك 7 الكلاس بيرفورمانس بتاعنا. يا رب يكون عدى على خير، يا رب يكون الدنيا فيه مفهومه. اشوفكم يا رب دايما كل ويك على خير. سلام عليكم.